السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل سعادة، يا رب تكونوا بخير جميعا. آه النظام الاقتصادي. نظام بسيط سهل، نقدر نعمل دايت ونقدر نعمل رجيم ونقدر نخس من الأكل اللي احنا عاملينه في البيت، مش ولكن طبعا محدد الكميات. النظام طبعا احنا ماشيين بالترتيب، ونزلنا 3 اسابيع الاول والثاني والثالث، ووصلنا للاسبوع الرابع. النظام الاقتصادي طبعا طويل شويه، فاحنا ماشيين معاكم بالترتيب، لان في بعض متابعين على الجروب مش بيقدروا على التحديات القويه او التحديات السريعه اللي هي بتبقى مقيده في الاكل شويه، فبالتالي لازم نكون موازيين بين التحديات وبين الانظمه البسيطه السهله. فالنظام الاقتصادي كتير برضو معانا من المتابعين بتوعنا متابعينه، وما شاء الله نزلوا عليه وزن كويس جدا جدا. والفيديو ده هننزل لكم فيه الاسبوع الرابع، وهنشرحه مع بعض، صور ومكتوبة قدامنا. وفي اخر الفيديو هسيب لكم الاسبوع الاول والثاني والثالث. احنا النهارده في الفيديو هنشرح الاسبوع الرابع، ولكن في متابعين جدد دخلوا القناه عندنا، ممكن يكونوا ما شافوش النظام وعاوزين الاسابيع اللي فاتت، فبالتالي هحط لكم من الاول، من اول الاسبوع الاول الى الاسبوع الرابع اللي احنا هنشرحه النهارده. وطبعا مهم جدا جدا شرب الميه مع الرياضه، مع الالتزام بالكميات والنوعيات. طبعا البروتين اللي موجود عندك في البيت تقدري تاخديه في النظام، ولكن طبعا النشويات لو مش مكتوبه ما تاخدهاش عشان توصلي لنتيجه كويسه. وقبل ما نروح نشوف النظام بتاعنا والاسبوع الرابع من النظام الاقتصادي المناسب لجميع الاوزان، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو اول مره بتشوف قناتي على اليوتيوب اعملي لي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد في عالم الدايت والاكل الصحي والوصول لحلم الرشاقه. وتعالوا بينا نشوف النظام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. والنظام الاقتصادي الأسبوع الرابع، اليوم الأول والثاني والثالث والرابع هيكون نظام، واليوم الخامس والسادس نظام تاني خالص. طيب، اليوم الأول والثاني والثالث والرابع تعالوا بينا نشوف النظام هيكون ازاي. أول ما نصحى من النوم هناخد معلقة عسل صغيرة على كوباية مية أو 3 تمرات، وممكن الاستبدال بينهم بمعلقة سكر أبيض طول اليوم، ولكن لا يستحب طبعا لأن السكر الأبيض بيوقف لنا الحرق، ولكن حسب الظروف، لأن احنا قلنا ده نظام اقتصادي مش عاوزين نضغط على نفسنا. بعد كده هنبدأ ناخد الفطار بتاعنا. الفطار هيكون عبارة عن 2 علبة زبادي بلدي بدون الوش بتاعهم، أو 2 قطعة جبنة قريش، أو 125 جرام جبنة فيتا لايت، أو 2 بيضة مسلوقة. بعد الفطار بساعتين نقدر ناخد كوباية حليب خالي الدسم. طبعا قلنا بنغلي اللبن من بالليل، و لما بيبرد بنشيله في التلاجة، وتاني يوم نشيل الوش بتاعه، ناخد كوباية في السناك بعد الفطار بساعتين. ونقدر نستغل الكوباية دي بان احنا نقسمها مشروبات طول اليوم: شاي بلبن، قهوة بلبن، نسكافيه بلاك بلبن، مفيش مشكلة خالص. طيب تعالوا بينا على الغدا. الغدا بتاعنا هيكون بروتين وخضار فقط، ممنوع تناول النشويات في هذه الوجبة. الغدا بتاعنا هيكون هناخد اي نوع بروتين موجود عندك في البيت، زي 2 بيضة مسلوقة، 2 قطعة لحمة بدون دهون، او 2 قطعة فراخ بدون دهون، او 2 قطعة جبنة قريش، او طبق عدس اصفر، او طبق عدس بني بدون دهون. وطبعا لو خدنا خضار من اللي معمول في البيت هناخد 4 معالق خضار فقط. لو عملناه بطريقة صحية نقدر ناكل اي كمية زي طبق سلطة خضراء مع الوجبة. العشاء بتاعنا هيكون عبارة عن 2 علبة زبادي، او 2 قطعة جبنة قريش، او 125 جرام جبنة فيتا لايت، او 2 بيضة مسلوقة. البيض لو ما خدناش بيض في الفطار نقدر ناخد بيض في العشاء. خدنا طبعا في الفطار، ممنوع ناخد في العشاء تاني.
وقت الجوع نقدر ناكل خس وخيار باي كميه، وشوربه خضار معموله كده بطريقه صحيه بدون دهون برضو نقدر ناكلها باي كميه. طب تعالوا بينا نشوف بقيه الاسبوع هيكون ازاي. والاسبوع الرابع اليوم الخامس والسادس من الاسبوع هنكون نظام مختلف تماما. اول ما نصحى من النوم هناخد معلقه عسل وكوبايه ميه او 3 تمرات وكوبايتين ميه، وممكن الاستبدال بمعلقه سكر لليوم. الفطار هيكون عبارة عن 4 معالق فول بدون زيت، أو 2 بيض مسلوق، أو 2 قطعة جبنة قريش، زائد خيار، زائد ربع رغيف بلدي، أو 6 بسكويت لوكس. ويفضل البسكويت يكون يوم واحد فقط، ويفضل البسكويت الشوفان. ما فيش يبقى ناخد بسكويت لوكس، ما فيش مشكلة. بعد الفطار بساعتين نقدر ناخد سناكس، ثمرة فاكهة من المسموحة. تفاحة، جوافاية، خوخاية، 5 حبات فراولة، 200 جرام بطيخ، 200 جرام كنتالوب، 2 مشمش. الفاكهة المسموحة عندنا تفاحة. الغداء بتاعنا هيكون عبارة عن بروتين وخضار. ممنوع برضو تناول النشويات في هذه الوجبة. البروتين المتاح عندك في البيت: 2 بيضة مسلوقة، 2 قطعة لحمة بدون دهون، أو 2 قطعة فراخ بدون دهون، أو 2 قطعة جبنة قريش، أو طبق عدس أصفر بدون دهون. لو عندنا خضار معمول في البيت هناخد 4 معالق خضار من اللي معمول في البيت، زائد طبق سلطة. وقت الجوع نقدر ناكل خس وخيار بأي كمية. لو عاملين شوربة خضار بدون دهون نقدر ناكلها بأي كمية وقت الجوع. العشاء بتاعنا هيكون عبارة عن 2 قطعة جبنة قريش بالطماطم، أو 2 علبة زبادي بدون الوش. مهم جدا جدا نشرب من 2 ل 3 لتر مياه. نحاول نعمل رياضة ساعة يوميا عشان نوصل لنتيجة كويسة. وكده خلص الاسبوع الرابع بتاعنا. هسيب لكم في اخر الفيديو النظام من الاسبوع الاول الى الاسبوع الثالث، عشان لو كنتوا بتشوفونا لاول مرة وعاوزين تتبعوا النظام من الاول. هسيبه لكم ان شاء الله في اخر الفيديو. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك للفيديو، وتعملوا اشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. هذا النظام مناسب لجميع الأوزان. تقدر المرضعات تتبعه، ولكن هتزود لنا الفاكهة. بدل الثمرة هيبقوا 2، هتزود لنا اللبن، هيبقى ليها كوبايتين لبن مع شرب الشمر. وشوفوا بقية النظام في آخر الفيديو. كان معكم أدمن هبة الله. أدمن جروب هتخس مع هبة الله، وقناتكم على اليوتيوب هتخس مع هبة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.